لما تبقى عارف ان العلاقه بتكسرك وفي نفس الوقت مش قادر تتخيل حياتك من غيرها. عارف الوجع اللي بيكون مريح زي مدمن بيرجع للجرعه اللي بتوجعه وفي نفس الوقت عارف ان هي هتدمره. ليه بنرجع؟ ليه دماغنا بتخوننا وقلبنا بيصدق الكذب الجميل ده؟ فيلسوف تولستوي قال مره اقصى سجن هو سجن العقل لما يرفض ان هو يصدق الحقيقه. تعالوا النهارده نفتح باب السجن ده. وانا خالد عبد المنعم وده بودكاست النفساني. خلينا نحكي حكايه الوجع اللي بيتكرر مع اغلبنا. حلقه النهارده عن العلاقات المؤذيه. اغلب اختياراتنا في الحب مش صدفه، احنا بنحب بطفولتنا قبل ما بنحب بوعينا. انت عارف انك لما ترجع للعلاقه المؤذيه دي انت ما بترجعش للشخص ده، انت بترجع لاحساس قديم في طفولتك. تخيل بنوته صغيره بتحاول تلفت نظر ابوها اللي دايما مشغول وفي الشغل، فبيحاول يعوضها عن الحاجات ديت بان هو يدلعها شويه او يخرجها او يديها الحاجه اللي نفسها فيها. وغيره كأب تكبر وتدخل في علاقه مع شخص بارد مشغول عنها على طول، بس كل مره يديها لمحه اهتمام. ساعتها البنوته تحس ان العالم رجع ينور والحياه رجعت تضحك لها تاني. عندنا في علم النفس ده اسمه تكرار النمط. اللاوعي بيحاول يصلح الجرح القديم بس بيرجع يكرر الغلط تاني. يعني احنا ساعات بنحب اللي بيأذينا لان في اعماقنا ساعات بنحاول نداوي وجع عمله شخص تاني. الطفل اللي جواك هو اللي بيختار مش اللي انت بتشوفه في المرايه، لان الانسان بيتعلم عن طريق الثواب والعقاب. والكارثه في العلاقات المؤذيه انك بتاخد الثواب والعقاب من نفس الشخص. لما يزعق لك الالم يزيد وبعدها بكلمه حلوه المخ يفرز دوبامين فتحس بنشوه مؤقته وترتاح وتتبسط وترجع الحياه تنور تاني. ساعتها دي بنسميها المكافاه المتقطعه. وده اللي بيحصل بالظبط لما الشخص بيدمن الامور او اي ادمان بشكل عام. ياخد مكافاه حاجه حلوه وتلاقي حاجه وحشه فيرجع يفرز دوبامين وتلاقي حاجه احسن وهكذا، ويفضل يقع 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 لغايه ما تلاقي نفسه غرق بالفعل. لان دايما دماغنا بتتعلق بالاحتمال، تفضل تردد يمكن المره الجايه تبقى حلوه قبل ما تهرب من العلاقه المؤذيه دي، لان انت قلت يمكن المره الجايه تبقى حلوه، فدماغك يخاف يخسر الفرصه اللي انت ممكن تصلح بيها الحال اللي موجود. وهنا المصيبه، العلاقه بتتحول من حب لتجربه شرطيه، ان كل كلمه حلوه بتخليك تنسى 1000 وجع قبلها، وكأن مخك بيقول لك استنى شويه المره الجايه هتبقى مختلفه، بس عمرها ما بتكون مختلفه. عارف المشكله مش في اللي بيحصل، المشكله في اللي انت بتفكر فيه لما يحصل، لان عقلك بيصدق افكار مغلوطه عادي جدا. زي دايما تلاقي فيه توكيدات عندك مفيش حد هيحبني زيه، يمكن انا السبب، اي حب لازم يكون فيه الم ولازم يكون فيه خناقات، ده اكيد مضغوط او ضغوط الحياه هي اللي عامله معاك كده. دي بنسميها تشوهات معرفيه او تبريرات العقل بيبررها او ميكانيزمات دفاعيه. عشان تعالج نفسك من اللي انت فيه ده، اول خطوه تقول لنفسك ثواني انا ليه مصدق الفكره دي. لما تسال نفسك العقده بتتفك وترجع للواقع تاني، يعني بتفصل مشاعرك عن عقلك. لان العلاقه المؤذيه مش بس بتستنزفك عاطفيا، بتبرمج دماغك على ان الالم هو الحب. وهنا لازم تسال نفسك هو انا فعلا بحب ولا انا متعود على الوجع لدرجه ان هو بقى عادي؟ احنا قلنا بقى مرتبط بالطفوله. وهنا يا صديقي يكمل دورك كانك انسان واعي مش مجرد ضحيه علاقه. كان في شاب طيب دخل علاقه 3 سنين كل الناس شايفاها ان هي بتاذيه، بس هو شايفها نصه التاني. كانت كل مره تسيبه يرجع يقول لا المره دي ان شاء الله هتتغير، لحد ما في يوم وهي بتزعق له قال لها جمله غيرت الموضوع تماما. لا انا مش زعلان منك، انا زعلان من نفسي اني فضلت مستنيك انك تصلحي حاجه انا اللي لازم اصلحها. وهنا الشخص ده فهم ان الشفاء مش بيبدا لما الشخص المؤذي يتغير، لا الشفاء بيبدا لما تبطل تصدق ان الالم هو الحب. وعندنا علماء نفس كتير قوي اثبتوا الموضوع ده، زي فرويد وسكينر وبيك. لما فرويد قال اننا بنعيد دايما في حياتنا الماضي عشان نصلحه، وسكينر قال ان احنا دماغنا بتحب المكافاه بعد اي وجع، وبيك قال ان احنا اسرى افكار مغلوطه عن الحب. وانا بقول لك كضميرك ان اللي بيرجع للعلاقه المؤذيه مش ضعيف، هو لسه بيدور على نفسه بس في المكان الغلط. ودي يا صديقي اخر نصيحتي ليك كنفساني، اختيارك لنفسك هو اول شكل من اشكال الحب الحقيقي. بلاش تكون متسول في حبك، ارجع لنفسك معها، طبطب عليها، راضيها، قول لنفسك ان المره دي مش هترجع، المره دي هتعالج نفسك. شكرا ليك انك سمعت الحلقه دي لاخرها، شاركها مع اللي محتاج يسمعها. افتكر دايما ان رحله الشفاء بتبدا بخطوه، دايما الخطوه دي اسمها الوعي والفهم. ده خالد عبد المنعم وده بودكاست النفساني.